هذا دابا حنا نزلنا الجزء الاول، وهذا الجزء الثاني، والجزء الثالث اللي غادي يكون الاخوان غادي نتكلموا على موت الفراخ، على سبب الموت الفراخ. غادي نتكلموا على النقطه السوداء، وشنو هي فهمتي العلاجات ديال النقطه السوداء، وشنو خصك. هذا السي محمد غالي، ها هو فينا هو تا هو فهمتي صديق القناه. يا غالي ما تهرسناش هذاك. ها هما المتابعين ديالنا، معكم السي غالي اللي كان مره اخرى في الفيديو عدل لكم الاعشاش. باقي ما نزلناش الفيديو في القناه، نزل غير في فيسبوك يعني ديال الاعشاش. خصنا ننزلهم في اليوتيوب، غادي ننزل لكم الفيديو الكامل ديال انا وهذا محمد غالي المولوع الصغير، تا هو فهمتي غيشارك معايا انا اللي فهمتي نعدل لكم الاعشاش. المهم الخوت صراحة الإخوان، يلا قول واحد كلمه للاخوان باش نكمل معاهم. يلا قول. والصراحة الإخوان أنا عندي خي اسمه آي صغير. هي دابا قلنا الاخوان فهمتي يتبعوا معنا الجزء الثاني دابا والثالث، الإخوان وقول لهم فهمتي شنو يعملوا. جيم زيد سبسكرايب وفعلوا الجرس. عملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس. هادي قلت يا محمد غالي احسن حاجه صافي. قلتي دابا اختصرتي كل شيء. المهم باش بلاتي يا اوليدي باش نكملوا مع المشاهدين، قلت لكم الاخوان الجزء الاول اللي تكلمنا فيه على المشاكل ديال الانثى، يعني كتلوي لك العش وما كتحطش البيض، والانثى اللي كتلعب معش وما كاينش يعني. ولكن عطينا فهمتي شنو هي يعني الطريقه الصحيحه اللي خصك تتعامل معها. وثاني حاجه شرحنا باللي هذاك كاينه بعض الحاجات اللي هي غريزيه ديال الانثى اللي هي طبيعيه، ومنها الانثى اللي كتكون في المسرح وكتعشش لك في العش الاول والثاني والثالث. قلنا لكم باللي غيجي واحد الساعه يعني هي كتختار البلاصه ديالها وغادي تحط البيض ديالها في البلاصه ديالها، ما غتبدلش العش ديالها، غير صبروا عليها. وقلنا لكم المشكل ديال الثاني ان الانثى يعني لوات العش ولكن تاخرت باش تنزل البيض، وقلنا لكم شنو خصك تعمل وشنو فهمتي. ومن هاد الخلطات اللي عندنا اللي خصك انك تساعد الطائر ديالك باش يوجد العنقود ديال البيض. كما كنعرفوا ان الانثى كيكون عندها واحد العنقود ديال البيض، هذاك العنقود هي في الطبيعه يعني كتقدر انها توفر داك الشيء اللي غادي تحتاجو باش تكون. محمد غالي هي في الطبيعه غادي توفر داك الشيء اللي غادي تحتاج يعني باش تكون داك العنقود، ولكن هي عندك في القفص ولا في السلاكه انت اللي مسؤول عليها، انت اللي خصك فهمتي انك تساعدها باش تكون داك العنقود ديالها. الفيتامينات، البروتينات، الكالسيوم، هذا الشيء هذا كامل ضروري. يعني ما يمكنش ان الانثى غادي توجد لك فهمتي وتوجد لك وتعطيك واخا تنسالي نديك سيطاتين وغادي فهمتي تعطيك فهمتي الفراخ والبيض وانت كتعطيها غير الزوان. ولا كما كتشوفوا في الساعه هذه الساعه ديال الخدمه، الساعه ديال المعقول، بغيتي الانثى تهلا فيك تهلا فيها. التيفاف تهلا في التيفاف فهمتي في الساعه ديال التزاوج. البروكلي حتى هو ضروري ومهم. البيض مسلوق والكالسيوم العطام ديال شوكو والكالسيوم بودره اللي فهمتي شرحنا لكم في الفيديو، غادي ننزلوا حتى هو فهمتي هذا الفيديو هنا في قصير باش تشوفوا. قلت لكم الخوت دابا الجزء الثاني اللي فهمتي الانثى والذكر، الناس ديال القفص والناس ديال السلاكه غادي يعانيوا بهذا المشكل هذا، ان الانثى واجده والذكر واجد ولكن ما كاين لا تعشيش ديال العش، يعني ما عشتش العش والساعه ديال التزاوج ولكن بقى ما حطت والو. الذكر واجد والانثى واجده وكاع فهمتي كاع انك تشوف الذكر والانثى كيكوبلي الانثى قدامك. وهذا الشيء هذا عانى من واحد الاخ فهمتي تكلم معايا اليومين في مكناس. تحياتي لك الا كان فهمتي كيشوفني بهذا الفيديو. قلت له شوف الا كان الذكر والانثى واجدين في 100% كاين السبب الاول، هذا السبب فهمتي احتمال اما انت كتبدل لهم بلاصه بزاف، حيت القفص الا علقتها في البلاصه ديالو ما تبدلش البلاصه ديالو. ما تقوليش لا خصني نعطيهم الشمس، الا كانت كتدخل لك الشمس مزيان ما كاينش الشمس غاديهم فيتامين دي، عطيهم فيتامين دي باش تخلف ديك الفيتامين دي ديال الشمس تعطيهم لهم فهمتي كفيتامين ماشي مشكل. الا كنتي كتحاولهم بلاصه ببلاصه ما غاديش تولد لك. وهذا الشيء هذا كيوقع مع الطيور كاملين، عندك كانر، عندك الطيور الزينه هذه معروفه. السبب الثاني الذكر واجد والانثى واجده ولكن ما حطتش البيض، يقدر يكون المشكل انهم باقا ما واجدينش يعني ديك الجهوزيه اللي غادي تكون 100% وما كتساعدهمش انت بالتغذيه والفيتامينات.
ولكن كاين واحد المشكل، واحد السر الرئيسي، هذا هو السر اللي قلت لكم فهمتي تكملوا معنا الفيديو وانا عشته شخصيا. اسمع، الانثى الا كانت، سمعني مزيان، الا كانت العام اللي فات وجدت لك في شهر 6 في الاول اولا في الوسط ولا في الاخر، انا كنقول لك عن تجربه ان غادي يدور العام وغادي توجد، ولكن ما غاتحط لكش البيض تيوصل لها فهمتي الشهر ديالها اللي حطت فيه. مثلا حطت في 15 شهر 6 اولا في 15 شهر 5، هادي مزيانة الأخوة. غادي توصل حتى عندك 15 يعني في النص ديال الشهر عاد غادي تحط لك البيض. الا كانت حطت في الاول ديال شهر 6 غادي تحط لك في الاول شهر 6 يعني بين 1 حتى 10، في الوسط ما بين 15 حتى 20، في الاخر ما بين 20 حتى 30. الا كانت يعني الانثى العام اللي فات وجدت لك، انا نقول لك حيت ما سبحان الله يعني فهمتي الطائر الحسون يعني واحد الذكاء، واحد النمور في العقل ديالو، واحد التحكم في يعني في هذاك كيعرفوا، يعني هو كيعرف. وجد لك في شهر 4 غادي يولد لك في شهر 4 العام اللي ماجي، وجد لك في شهر 5 هذا العام غادي يوجد لك في شهر 5 اللي ماجي، وجد لك في شهر 6 غادي يوجد لك العام اللي ماجي في شهر 6. ولو تقدم له جميع برودويات نادرا يعني اذا كانت كوبله يعني خدمت لك العام اللي فات في شهر 5 وجدتي انت في شهر 4 غادي تكون فهمتي يعني واحد الحاجه اللي ماشي ولكن هي الطبيعه ديال الحسون والغريزه ديال الحسون انه كيولد مزيانة الأخوة. في الشهر، يعني في الاول او في الوسط او في الاخر على حسب الشهر اللي العام اللي فات. يعني السنه اللي فاتت وجد لك في شهر 6 استنى في شهر 6 كان في الاول غتستنى في الاول، كان في الاخر غتستنى في الاخر. هذا هو السر الاخوان اللي قلنا لكم فهمتي على يعني الطائر الحسون. الا كان تاخر لك صبر عليه وشوف، انت غتمشي تشوف فوقاش وجدت لك العام اللي فات فوقاش ولدت لك. هذا الاخ اللي تكلم معايا قال لك العام اللي فات ولدت له بيطاس خاويين، كان ما كانش واجد، ولكن هذا العام الذكر عنده واجد وعنده الانثى واجده، ولكن هي ما وصلهاش المرحله وكيعاوننا يعني عاطيها فهمتي جميع الكالسيوم، عاطيها فهمتي البريد ماكس باتيا حتى هي فهمتي. راه قلنا لكم ان فهمتي تقدموا هاد باتي بريد ماكس، غادي ننزل واحد الفيديو تا هو قصير غادي يبان لكم من هنا في الشاشه. يعني تقدم بريد ماكس مع باتي، كما كنعرفوا ان بريد ماكس هي كتخلط 100 غرام ديال بريد ماكس مع كيلو ديال باتي. الباتي ديال المقلين، ما تعملوش الباتي اللي كيكون غليظ شويه ديال الكانر، عملوا ديال المقلين وساعدوهم يعني في الناس اللي عندها الشمس تعطيهم الشمس الاستحمام، وساعدوهم بالكالسيوم العظم الحبار، وساعدوهم بهذه الحبوب اللي صورناكم اليوم. وما نساوش ان الماء تقدموه للطائر ديالكم في هذه القله هذه، حيت الماء في هذه القله كيبقى حي. الا عمرتي الماء من روبيني ديريكت عطيتها للطائر، كما كنعرفوا ان الماء كيكون فيه كلور، يمكن ديك الفيتامين اللي غادي تقدم ديك الطائر غادي يكون يعني بدون منفعه. وثاني حاجه ان الكلور مع الوقت كتاثر على الطائر. ونخليكم الاخوان في هذا الفيديو، نتلاقاو في الفيديو اللي ماجي. والفيديو اللي ماجي غادي يكون مهم جدا، غادي نتكلموا على موت الفراخ، على الطريقه ديال العلاج انكم فهمتي تتفادوا الموت ديال الفراخ من بعد الفقس. والسلام عليكم، ومحمد غالي تو كيحييكم من المنبر. يلا غالي تحيه. كيفاش كيقول لك بوليسي؟ كيفاش كتقول بوليسي زينه؟ أنا كنقول له تحياتي للعسكري. صافي الاخوان، تحياتي المولوعين. يلا السلام عليكم. تحياتي العسكري.